السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض ميدالية بشكل جديد وخفيفة جدا وبسيطة. هنبتدي على بركة الله 6 خرزات. ده مقاس 6. الخرز ده لولي وبعملها بلولي بمقاس 6 والخرز مقاس 6. اهم 6 خرزات اهم. بنصص الخرز، هي ما بتاخدش برضو خيط كتير على فكرة يعني. اهي 6 خرزات. تستعملي معاها خيط مقاس 40 أو 50 الخرز 6. هي أساسا خفيفة يعني بسيطة. اهي هدخل معاها لون أحمر كريستال. هعمل على كل خرزة 6 خرزات 5 خرزات اهو. اهي هعملها دايرة سداسية. أربع خرزات معهم خرزة بيضة. اهي 4 خرزات. هعمل اهو 2 احمر. هي نفس فكرة الفانوس النجمة، بس دي هنعملها بلون واحد وبتقل سطرين عن الفانوس النجمة. 2. بعد كده بحط الفاصل اللون الابيض اهو. وهي 2 اجي هنا اهي وبدخل في الخرزة دي كده اهي. هدخل هنا اهي. اهي الخرزة دي اهي. هعمل احط اهو، تبقى هنا كده اهو. احط هم دول اهم 3 خرزات. ادي خرزة حمرا، بعد كده واحدة بيضة اهو، بعد كده 2 احمر. ادخل الخرزة اللي جنبها اهي. هعمل هم وخرزة بيضة. بحط خرزة واحدة حمراء وواحدة بيضة و2 احمر. كده اهو. هدخل في اللي جنبها كده. واحدة بيضة، واحدة حمراء اهي، واحدة بيضة
2 احمر. كده كل دايرة هعملها دايرة سداسية. هكمل واجيلكم. هنا اخر السطر اهو، اهي هنا اخر السطر. احط خرزتين وخرزة، احط واحدة حمراء وواحدة بيضة وواحدة حمراء اهو. اجي عند الحمراء دي اهي، هقفل بقى كل جنب لوحده، كل زاوية لوحدها اهي. دي كده اهي، مش هحط الخيط هنا خلاص لان دي هقفلها اهي. الخيط اهو بتاعي هنا، هعمل 4 خرزات اهو، 2 3 4 اهي. برجع بقى في دي ما بدخلهاش اهي عشان انا هربط من هنا وادخل من هنا اهي، هيتقابلوا سوا اهي. واربط اهو اهي. هعمل 5 جناب اهي خلاص اهي، واعدي الخيط في اي جنب اعمل بقى اللي هنا. هاجي بقى الخيط اهو، احط فيه 4 خرزات اهو، اهو الخيط اهي، احط 4 خرزات، 1 2 3 4 اهو خلاص. هاجي هنا احط الخيط هنا اهو اهي، الجنب التاني اهو احطه هنا اهو. الخيطين اتقابلوا، بصوا فين، واربط واعدي الخيط في اي جنب اهو. اعمل معاكم واحده كمان اهي. هبصوا الخيط اهو محطتوش اهو اهي اهو. اتنين 3 4 4 خلاص. باجي هنا اهي، او دول هم بعيد، باجي هنا في اي جنب، في اي واحدة، المهم ان
اهي، وامسكها بقى كده اهي، ماسكاها اهي، والجنب التاني اهو اهي. اتقابلوا فين؟ اتقابلوا مع بعض هنا. باجي هنا واشد اهي واربط. هعمل من هكمل وارجع لكم. اهو عملتها اهي، عملت 5 جهات، ادي 1 2 3 4 ادي 5. الجنب السادس ما عملتش فيه حاجة. هشتغل دور رباعي حوالين داير هنا، هعمل من الشكل ده واحدة تانية، وهشتغل دور رباعي حوالين داير من الابيض للابيض. اهو هنبتدي مع بعض كده. بصوا هبتدي منين؟ من هنا اهو، دي الابيض اهي، هعمل دور رباعي. واخدين بالكم؟ هعملها باللون الابيض بقى، هشتغل اللون الابيض 3 سوري، دي 1 2 3 3 خرزات اهو، ماشي. اهي احط الخيط هنا اهي، في اللي جنبها اهي، وهعمل دور الرباعي دور واحد بس، وفي جنب واحد دور واحد بس هعمله، وفي جنب واحد، يعني انا هعمل واحدة تاني زي دي اهو كده، اشتغل حوالين داير كمان واحدة اهو، هشتغل بقى ايه اهو. انا ابتديت من الابيض، هلف حوالين داير كده 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 هنا لحد الابيض. يعني ايه من الابيض للابيض؟ الاتنين الحمر دول مش هشتغل عليهم، اخلصه وارجع لكم تاني. كده خلصت الجزئين اهو. بصوا اهي، حطيت حوالين داير، عملت من الابيض للابيض، وهنا عملت واحدة تانية. هبتدي اشبك بقى الجزئين مع بعض واشبك فيهم الميدالية. فهشتغل من هنا اي جنب، من هنا او من هنا عادي يعني اهي، بحطها كده اهي، والجنب التاني ده احط خرزة اهي، خرزة اهي، وهحط بصوا هنا اهي اهي، هشبك بقى كده اهي هنا اهي،
ده كده انا بشبك الجنبين بقى مع بعض. فكرة الفانوس يا جماعة هي فكرة هو الاتنين مع بعض. هقوم حاطة هنا، هنا او هنا، هنا او هنا، بحط خرزة اهي، اتني كده ماشي. بصوا هحط هنا اهي الجنب ده كده اهي كده، واحط في الجنب التاني كده اهو في دي. واقوم عامله كده اهو. لما بكون بقفل بخرزه واحده بحب اتنيها كده بدل ما ادخل واشد الخيط تاني اهو. خلاص كده اهي. هعمل كمان واحده احط هنا كل خرزه بقى اهي، كل خرزه بشبكها عادي اهي. بصوا دي طريقه سهله وبسيطه لما بتكوني بتقفلي بخرزه واحده اهي. بصوا هتلاقيها ابتدت تلم اهي وهتبقى جامده. اكمل لغايه الحلقه عشان اوريكم ازاي بركبها وارجع لكم. بصوا بقى هنا عايزه اركب الميداليه، فباجي في النص اهي، في النص من هنا في دي بحط اي جنب، يعني الجنب ده او الجنب ده اللي يعجبك، اي جنب على عدلة ايديك انتي بتحطي الخيط اهو بتاعك عادي اهي، وبتعملي العقدة بتاعتك اهي، وبتجيب الخرزة اهي بتحطيها خلاص اهي. انا هفوت بصوا الخيط من هنا اهي عشان اهي كده بتشديها طبعا وهتحطي اهي خلاص اهي اتركب. هتحطي الخيط بتاعك برضو كده اهو اهو من هنا ومن هنا، وبنكمل عادي الشغل بتاعنا. بتكملي الشغل بتاعك عادي مفيش حاجة. خلاص الحلقة بتاعتي اتعملت اهي، وبكمل بقية الشغل وهرجع لكم اهو. هقفل بقى اخر حاجة زي ما قلت لكم، انا حطيت في جنب ومفروض احط في الجنب التاني، لا مش هحط الخيط هنا. هقوم دي عشان انا هقفل السطر، في نفس الوقت الخيط معايا قصر، فباجي هنا اهي
بحاول في الخرزة البيضة اهي، اهي كده، وتقابلوا معايا الخيطين اهم، وبربطهم عشان ادخل الخيط الجديد وابتدي اشتغل. بصوا هتبقى شكلها من تحت، هي بقت كلها جامدة اهي، بصوا جامدة وبقت حلوة. انت بتشتغلي الجنب الواحد تحس ان هو طري ومش هيمسك معاكي، لا هتلاقيه لا مجرد ما بتشبكيه بالدور الرباعي هتلاقيه بقت حلوة. هقفلها، هربط بقى وادخل لكم الخيط الجديد. هشتغل على بصوا الخرزتين الحمر دول والخرزتين الحمر دول، وهنا ابيض 2 ابيض وهنا 2 ابيض اهو. هكمل معاكم. بصوا بقى تبتدي في الشغل بتاعك في اي حته، تبتدي من هنا، تبتدي من هنا، تبتدي اي مكان. فانا هبتدي اهو من الاحمر وهعمل دور رباعي، دور رباعي عادي خالص اهو. اعمل على كل خرزه دايره رباعيه اهي اهو. اهي 3 خرزات اهو. هعمل دور رباعي كده، انت هتلاقيها طالعه لبره كده، ما تقلقيش. انت لما بتبتدي تشتغلي هنشتغلها سطرين حتى تمسك نفسها، ولما نعمل الدور الرباعي النايم دي هتبتدي تظبط نفسها لما تبتدي تشتغل اهي. اهي خرزتين اهو. الخرزة البيضة اهي دي، خدوا بالكم عشان ما تتلخبطوش اهي. اهو خرزتين اهو، احط عليهم خرزتين اهو كده. باجي في الخرزة دي هشتغل حوالين الداير وهرجع لكم. شو احنا هنقفل السطر اهو، خرزة هنا وخرزة هنا. انا حطيت الخيط هنا واحط كمان الخيط هنا اهي اهي، وبقفل بخرزة اهي كده اهي. بصوا هي مدياكوا شكل طولي كده، هي لما نيجي دي تدخل كده واحنا بنشتغل هتبتدي تتظبط، متقلقوش خالص.
هطلع دور تاني رباعي، هطلع دور تاني رباعي اهو. الخيط اهو، اهو طالع منين، هحط 3 خرزات، 3 خرزات اهو. اهو بصوا ادخل الخيط هنا واكمل بقية السطر واجيلكم. هعمل بقى الدور، انا عملت الدورين، بصوا انتوا هتلاقوها كده برضو اهو. هعمل الدور الرباعي النايم اهو، ادينا شغاله اهو. طلع الخيط من هنا، هعمل 3 خرزات اهو. هعمل دور اللي هو الدور الرباعي النايم، 3 خرزات اهو. خلاص، احنا عارفين ان في هنا 2 2 2 2، عشان ابقى عارفة الزوايا بتاعتي فين اللي هعمل فيها الرباعية الطايرة. ادي هعمل الاول هنا، ادي الرباعية اهي، وادي خرزتين، هعمل خرزتين كمان اهو كده. اهي كده. هاجي عند الزاوية دي، مش هحط الخيط في حاجة اهو، هخليه زي ما هو كده، اكني بطلع دور جديد. الدور الجديد بحط ال3 خرزات على طول في جنب واحد، ده اللي هيحصل معايا. احط ال3 خرزات هنا كأن اسمها الرباعية الطايرة. انا بشبهها باني ده طلع دور جديد، احط ال3 خرزات مرة واحدة، ما بحطش الخيط في اي حاجة اهو. 3 خرزات اهو كده اهي. هحط الخيط هنا في الخرزة دي اهي كده، وهشتغل الرباعية بتاعتي العادية. هي الفكرة بسيطة جدا بتاع الرباعية الطايرة، دي التوسيعة بتاعت القاعدة. وهنا بحط الخرزة، الخيط هنا اهو اهي، في دي اهي، عشان تديني الشكل المربع ده. خلاص، هحط خرزتين، هعمل هنا الرباعية الطايرة ادينا. خلاص، هنا هنعمل الرباعية الطايرة، ادي دي اهي ما حطيتهاش في حاجة. احط 3 خرزات اهو، اكني طالعة سطر جديد اهو.
اهو. اجي عندي اول واحدة تبتدي تلاقوها ابتدت تدي شكل مربع اهو. احط الخيط هنا احط خرزتين اهم، الخرزتين اهم اهو. اهي كده هنا اهي. هعمل خرزتين كمان اهي برضو عند الزاوية اهو. بصوا اهو الخيط اهو ما دخلتوش في حاجة. هشتغل في ده 3 خرزات اهم، 3 خرزات اهم. دي 1 2 3 اهو. اجي في الاولى دي بقى اخر زاوية. اخر زاوية هتبص لو هنحط الخيط هنا اهي اهي هنا اهو كده. سوري اهي اهي في دي. يبقى عندي هنا خرزتين. انا بقفل دايرة رباعية اهم عندي اهم. احط خرزتين وبعد كده اعمل اهي اهي. عايزة تخليها كده بس عادي، عايزة تعملي الدور رباعي نايم واقف قصدي عادي اهي. هي في الاخر اهي هعمل دور رباعي واقف اهي. انا عندي اهي احط 3 خرزات اهي. 3 خرزات هشتغل بقى كل خرزة بخرزتها عادي اهي. اهي. بصوا هي جاية اهي. بشتغل بقى كل خرزة بخرزتها عادي.
نخلص وارجع. بصوا اهي اتعملت ليها القعدة اهي. الفانوس فانوس او ميدالية، يعني شكل جديد وبسيط. تدي شكل وردة، شجرة، يعني مروحة. هي بسيطة جدا وفكرتها بسيطة، مبتاخدش وقت في الشغل، مبتاخدش كمية خرز. اتمنى تكون عجبتكم الفكرة ان شاء الله، والى لقاء جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.